على ملل. يلي فهمان شو عم بصير بهالناس يستر اختك فهمنا. يعني مع ازمه الطبخ والطبخ كل هالاكشن والاثاره بنط واحد بقول لها مالك شي بملل، شو هالملل هاد غريب. يعني احيانا بتوصل اول ما تقول لحدا كيفك لا تقول لي كيفك اخي مالي بقرفان وهاي في حالي ومو طايق بنطلوني، لا تقول لي كيفك اوف ليش هالملل هاد كله، هالملاعب الاسبوع اللي عندنا المسابح كلها مفتوحه لترفه عن حالك. بعدين ما في شيء على الطريق بنوب، روح يا اخي لهناك لا تقول لي مالك، روح على النايت كلاب، روح على الجيم العب تنس كذا. لا عاد حدا ينطق خلي كثير يقول لي مالك شو اسوي. اذا بتروح على دور الخبز بدك توقف 8 ساعات، يعني بيخلص نهارك وما بتلحق تمل اصلا. بعدين بوم تفيق من النوم كل شوي بوم الدوره الدمويه كلها صارت عندك متحركه. هاي اذا ما البوم صار خالعك ومخلص. وين الملل بالموضوع؟ وهاي العبارات العريضه اللي صارين نسمعها كثير. يا اخي روتين الحياه ذبحنا. لا يا سيدي ما في روتين، والحياه كل فتره والثانيه عم تختلف عن اول. يعني اول كنا نسمع صوت رصاصه بالاعراس، يي معترض يا زلمه اللي هيك عم بطوخ. هلا صرنا بعد ما نسمع صوت رصاص نسمع تحليلات مبينه دوشكا. لا يا زلمه رشاش 500 ايه كل شيء. ولا هذا بيقول لي ما في شيء اعمله. انت بتعرف شو يعني ما في شيء تعمله؟ يعني هيك ايوه هيك ولا شيء. بعدين روح اشتغل، عجبك مثل اللطخه قاعد بالبيت. هلا صار وقت الشغل، يعني هلا الواحد صار فيه يشتغل وينتج. ولا تقول لي ما في شغل، بسط الدخان على راس الحاره. فيشه الفيشه احتاج صراع لا تنتهي. يعني هي عباره عن فريقين بضلوا يخطوا بعض جوال بالاخير صاحب الفيشه بياخذ مصاري. بعدين ليك اذا ما عجبتك الشغله افتح مؤسسه. الشغله سهله وبسيطه، ما بدك غير تنقي شيء اسم ضاوي وظريف، كم شرب صبيه حلوين، وصفحه على الفيسبوك وكاميرا. ولحق يا مقلق اذا من خيرك مؤسسه ما تتجوز 4 راجل. المهم لا تقول لي مالك وما في شيء اعمله.